سايت ريلايبيليتي انجينيرنج اللي جوجل بتعلمنا بيه ازاي بتعمل ريلايبيليتي للسيستم بتاعها. في الشابتر 17 بيتكلم على التستنج وبيبدأ بكود زي مثل كده بيقول لو انت ما جربتش حاجة يبقى اعتبر ان هي مش شغالة، بمعنى ان التستنج ده هو اهم حاجة بتدينا كونفيدنس ان الابليكيشن شغالة وشغالة بالاكسبكتد بيهيفير وما فيهاش مشاكل. بيتكلم ان المونيتورنج بتاع السيستم بيدينا فكرة عن الحالة بتاعت السيستم، بمعنى ان لو في مشكلة حصلت بنعرف لما المشكلة دي بتحصل. لو في عندي اليرت مثلا، لو جوجل السيرش بيطلع ريزلتس اقل من المفروض يطلعه، او ان السيرش ريزلتس بتاخد وقت كبير قبل ما بتتعمل لها بروسيسنج، او ان هو بيطلع سيرش ريزلتس في لانجويج غلط، في اوتوميتد مونيتورنج للسيستم ممكن تقول اذا كان في مشكلة في السيستم كارنتلي ولا لا. بس في بقى مرحلة قبل المونيتورنج واللي هي التستنج. لو انا شغال على فيتشر او تشينج، مش من المنطقي ان انا اطلعه للكاستمر وبعد كده ابدا اشوف اذا كان هيغير حاجه اكسبكتد ولا لا، او ان هو هيبريك سيناريوز المفروض ان هي تكون شغاله بشكل معين ولا لا. فطبيعي ان انا ابقى عندي كونفيدنس ده قبل ما اطلع الحاجه على البرودكشن او اخلي اليوزر يستخدمها او اعمل ريليس، وبعد كده ابدا اشوف بقى المونيتورنج. ولان ساعتها معنى المونيتورنج انه فيل، ان في مشكله فعليا حاليا في السيستم واليوزرز اوريدي امباكتد، لكن التستنج بيقول لي ان في مشكله في السيستم قبل ما اليوزر يبقى امباكتد. فبالتالي هو بيتكلم على اهميه التستنج، وبيبدا ان هو بيتكلم على انواع التستنج اللي هي تراديشنال، اللي هي اليونت تيستنج، انتجريشن تيستنج، اكسبتنس تيستنج. ودي هعمل لها فيديو لوحده هشرح فيها كل واحد لوحده ايه المميزات بتاعته وامتى نستخدمه بس. وبيكمل الشرح بتاع الشابتر ان هو بيتكلم على انواع تيستنج تانية. في مثلا نوع اللي هو الستريس تيست او اللي هو اللود تيست. فكره اللود تيست او الستريس تيست ان انت بتحاول تتوقع الاسوأ من ناحيه عدد اليوزرز او عدد الريكوست اللي انت محتاج تشتغل عليها كسيستم في وقت معين. يعني مثلا فلنفترض ان امازون بيجي لها ريكوست كتير والناس بتدخل على الموقع كتير وبتشتري كتير في اوقات السيزون، زي مثلا اللي هي الاعياد والاجازات، ناس بتبدا تدخل بتشتري حاجات زياده، خصوصا في مثلا في امريكا ثانكس جيفنج والاجازات اللي هي شبه كده، اللي هي فكرتها ان الناس بتهادي بعض في نفس الوقت. كل الناس بتهادي بعض اي هدايا، او اللي هو الكريسماس وحاجات زي كده، بتبقى زي موسم كده عند الاي شوبس عموما، ومثلا امازون منهم طبعا اكبر واحد. فهتلاقي الناس كلها بتدخل الوقت ده، هتعمل لود زياده عن العادي عن الطبيعي. في الايام العاديه مثلا مثلا بيبقى فيه 100 ترانزاكشن في اليوم، ممكن تلاقي في اليوم ده لوحده من 10000 او اللي هو 100 ضعف او اكتر. الفكره كلها ان الامازون مش هتستنى لما يحصل الهايب سيل او السيزون واللي يبقى الريكوستس عاليه على السيستم وتبدا تشوف بقى ايه الاريتس هتفاير تقول فيه مشكله، او مونيتورنج بيقول فيه مشكله، ان ساعتها هيبقى اليوزرز امباكتد، وطبعا هتبقى اكسبيرينس وحشه جدا لليوزر. فتكون الحل ان هم يعملوا ستريس تيست. اي شركه بقى سواء امازون او اي حد عنده سيستم متوقع ان الريكوستس عليه او اللود عليه هيبقى فاريانت، بمعنى ان هو هيبقى متوقع ان هو في اوقات هيبقى اعلى ريكوستس من الثانيه. طبيعي ان هو محتاج يبيلد ستريس او لود تيست، ويبقى محتاج ان هو يبص على ايه السيناريوز كمان اللي هتبقى موجوده في الوقت ده. يعني على سبيل المثال ممكن يكون اكتر حاجه بتتعمل في الوقت اللي هو في سيزون ده عمليات الشراء وعمليات البحث والبراوزنج على الامازون مثلا اي شوب، لكن على سبيل المثال الكاتالوج مانجمنت، لو مثلا اللي هو الميرشنتس اللي هم بيعملوا مانجمنت على امازون ممكن ما يكونوش بيعملوا بيادوا مثلا برودكت جديد في الوقت ده، بيكون اوريدي هم عاملين الكاتالوج ده مجهزينه بحيث ان هو هحطيه فيه معلومه الانفنتوري عندنا كام مثلا عدد من الايتم دي وهكذا. وممكن هم يركزوا على السيناريوز، غالبا هي دي اللي هتحصل في الوقت ده، لان دي هتبقى بتست ريل كيس سيناريو اكتر من ان انا بتست سيستم ككل. طبعا انا بركز زي ما قلت على السيناريوز، بركز على الافيلابيلتي بتاع السيستم هيبقى عامل ازاي لما يكون في لود عالي، وهل هيبقى ريزيلينس لو حتى حصل فيه مشكله معينه في جزء من السيستم، هل باقي السيستم هيبقى امباكتد ولا لا. وببدا طبعا اكتب زي ريبورت او اشوف النتيجه بتاعت اللود تيست دي، وبعرف منها ايه الحاجات اللي فيها بوتل نيكس مثلا ومحتاج ان انا اشتغل عليها ومحتاج ان انا اصلحها او محتاج ان انا احسن الاكسبيرينس بتاعت اليوزر فيها. ويستحسن ان يكون عندي ديديكيتد لود انفايرمنت
تكون شبه البرودكشن، لان عاده التست انفايرمنت بيبقى الكونفيجريشنز بتاعتها على الاقل من ناحيه الريسورسز اقل من البرودكشن، وده منطقي. لكن اللود تيست انفايرمنت يكون احسن لو انا عندي حاجه شبه البرودكشن، وان كنت مش هقدر اتست اند تو اند تيستنج على اللود انفايرمنت، ممكن حتى اتست سيناريوز معينه، ولو اعرف اعمل لها اوتوميشن خصوصا قبل السيزونز دي، بحيث ان انا اشغلها واشوف التست دي هتفيل او هتسكسيد، ولو في مشكله اعرف ايه المشكله وابدا اتداركها قبل ما السيزون يبدا. في نوع تاني برضو من التستنج اللي هو الكناري تيستنج، فكرته ان انا بعمل ريليس للتشينج وبعد كده عايز اشوف الامباكت بتاع التشينج ده على اليوزر، هل في مشكله ولا لا. عاده الناس بتستخدم في الديبلويمنت اللي هو بلو جرين او الكناري ديبلويمنت، بمعنى ان انا لما باجي اعمل تشينج بحطه الاول مؤقتا على لايف، وبعد كده اتاكد على الاقل ان المونيتورنج بتقول لي ان هو جرين تمام خلاص، بعد كده بسويتش ان هو ده يبقى الاساسي وخلاص، بشيل بقى الفيرجن القديمه دي مش محتاجها. مثلا السيرفرز اللي كنت شغال عليها خلاص بعمل لها ديكوميشننج، او اذا كان مثلا بوتس على كوبرنيتس وهكذا. لكن في الكناري تيستنج بمعنى ان انا عايز اعمل تيست على اليوزر، فعليه الامباكت هيبقى عامل ازاي، ومش عايز اخلي كل اليوزرز امباكتد. يعني انا عايز اعمل سبست من اليوزرز، نفترض مثلا عندي 100 كاستمر، فانا عايز اعمل 1% بس من الكاستمرز هم اللي يبقوا امباكتد بالتشينج الجديد. فانا عندي مثلا زي فيتشر فلاج، عايز اعمل انيبل الفيتشر فلاج دي ل 1% بس من الكاستمرز، فانا عندي 100 كاستمرز هعملها على 1 كاستمر بس، وهبدا اشوف الامباكت. ساعتها انا هعتمد على المونيتورنج، بمعنى ان لو في اليرت حصل ان في مشكله معينه في السيستم، المونيتورنج هيقول لي ان في مشكله، وهبدا اربطها بالتشينج اللي طلع، هل ده اليوزر اللي هو انا عملت له انيبل للتشينج الجديد امباكتد ولا لا، ولو هو يبقى هل في مشكله فعلا في التشينج الجديد اللي نزل على البرودكشن ولا لا، واعمل كورليشن ما بين التشينج والمشكله اللي حصلت، وابدا احلها لو لقيت مشكله. طيب ممكن ما الاقيش مشكله مع اليوزر الوحيد ده، ممكن يكون المشكله هتظهر مع يوزرز اكتر. عاده المشاكل بتبقى الى حد ما لينير، يعني لو انا مثلا في expected errors او exceptions ممكن تكون بتحصل في الايام العاديه بسبب نتورك جلitch، او في اي حاجه ممكن تحصل في الكونكشنز ما بين السيرفيسز، فساعتها انا متوقع ريت معين من الايرورز. كل مثلا ما اعمل انيبل لبقيه الكاستمرز اللي هم يستخدموا الفيتشر الجديده، حسيت ان في الايرور ريت عالي لينيرلي، فساعتها انا هبدا اربط الموضوع ده بالتشينج اللي انا عملت له رول اوت، وابدا اعمل مثلا ستوب، اعمل ديسيبل للكاستمرز اللي انا عملت لهم 2% او 5% على حسب انا بدات جرادولي ازاي، وبعد كده ابدا اشوف المشكله دي ايه سببها، وابدا اقارن البيهيفير قبل التشينج اللي انا عملته وبعد التشينج اللي انا عملته علشان افهم المشكله دي فيها ايه. ده كده نوع من انواع التستنج. في مشكله بقى ان ساعات الكناري تيستنج ده ما بيبقاش اوبتيمال، بمعنى ان في مشكله ممكن مش هتطلع مع عدد اليوزرز لينيرلي. يعني لو انا زودت مثلا 2 يبقى عندي 2 اكسبشنز، مثلا زودت 3 يوزرز يبقى 3 اكسبشنز. ساعات بتبقى في مشكله ان المشكله معقده شويه، عايزه كومبلكس سيناريو علشان يحصل، وساعات ما يكونش كل اليوزرز بيحققوا نفس السيناريو ده، وساعات تبقى الموضوع مرتبط كمان بالستيت. يعني مثلا انا عندي الكود الجديد بقى يالوكيت داتابيس كونكشنز اكتر، او ان هو بيالوكيت الداتابيس كونكشن ومش بيقفله، فساعتها المشكله مش هتبان غير لما اوصل للماكسيمم نمبر اوف داتابيس كونكشنز، وساعتها المشكله هتبان. النوع ده من المشاكل بيبقى صعب شويه ان الكناري تيستنج يعرف يوصل له. ده كان باختصار الشابتر بتاع تيستنج في السايت ريلايبيليتي انجينيرنج بوك بتاع جوجل. ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني على التراديشنال تيستنج ان شاء الله يكون واضح، واتمنى اللي انا قلته النهارده يكون برضو واضح. ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتس، ابعت لي على تويتر، يبعت لي زي ما هو عايز، وان شاء الله اجاوبه. شكرا.